يا صباح الخيرات والهنا والنعيم، اللهم صل وسلم وبارك على محمد. ازيكم يا اغلى اخوات؟ النهارده كان عندي حبه حاجات بسيطه كده في البيت، بقالي فتره مش عارفه اصور لكم روتين. فقلت ننضف مع بعض الصاله كده، تنظيفه شتوي. يعني اللي هي من على الوش من على الوش. وده ليه؟ لان انا لسه عامله تنظيف عميق، وكنت شايله الكنبه اللي هي بتاعت الصاله، ومنضفه تحتها وكده. بس انا بقالي فتره مش عامله معاكم روتين، وده لظروف اني خلاص ان شاء الله بنقل. بس بلم حاجتي حاجه في حاجه، فعندي شويه كركبه كده في اوضه، اللي انا لما بقى فيها الكراتين، ولما فيها بلم من نيش كده حاجه حاجه على قدي. بلم في البلاستيكات، الحاجه اللي مش بستعملها عامه كتير، مخليه حاجات على القد كده في المطبخ، والباقي الزيادات عينته كله. وده عشان اسهل على نفسي، بس لما اجي انقل ما تبقاش الدنيا صعبه عليا. فقلت المكان السهل بالنسبه لي واللي كان محتاج ترويق هو الصاله. انا لبست الكنبه التلبيسه بتاعتها ديت، بس ما عرفتش بقى اصور وانا بلبسها. و... وكنت موقفاها منضفاها من تحت، من تحتها نفسها والخشب بتاعها وكله، وكنسه تحتها ومسحه. بس يعني صراحه كل ده لقيته ما تصورش. فنضفت الكنبه زي ما انتم شايفين، لازم بفرش الكنبه علشان خاطر قعدتنا كلها عليها. فلو سبتها كده هتبقع وتبهدلني، وهي لون الشلته اللي بنقعد عليها نفسها اورنج فاتح، فسهل ان هو يتوسخ. زي ما انتم شايفين كمان البار بتاع المطبخ ورا، فوارد بقى ساعات كده بيقع مني حاجة وانا بغسل المواعين كده، فبخاف ان هي تبهدل الكنبة. القطة طبعا لازم تدخل نفسها في الموضوع. المهم رفعت الطقطوقة ديت من على الأرض، وشلت الحافظة، وشلت بس يعني مسحت بس الحتت اللي باينة، ما مسحتش الصالة كلها. أنا مسحت تحت الكنبة، ومسحت الحتت اللي باينة بس. احنا عارفين بقى احنا في شتاء وكده، ويعني الواحد اصلا بيبقى بيقوم يعمل حاجته بالعافية. وكمان مع الحاجات ديت بعمل حاجات تانية، ان انا بشيل وبعبي في كراتين وكده. فبالنسبة لي عندي مجهود زيادة شوية اليومين دول. فقلت يلا علشان خاطر ما بقاش مكسلة كده، قلت اصور معاكم وانا بعمل الروتين الخفيف في الصالة دوت. ولبستها لبس الشتاء كده علشان خاطر يعني تتدفى معانا هي كمان، واحس انا كمان بالدفى. حتى انتوا لو تلاحظوا انا فرشه في الارض قياس، مش فرشه سجاد. لاني شلت السجاد كله، غسلته ولفيته بستريتش. عارفين الرول الاسترتش بتاع الاكل؟ لفيت بيه السجاد كله وعينته، علشان لما اجي انقل ان شاء الله ما يبهدلش مني في النقل وكده. وحاطه القياس وحاطه فوقه الحافظه، فالدنيا مش ساقعه ولا حاجه. او بصوا تحسوا ان الصاله دفت كده لما لبست الكنبه، لبست الكسوه بتاعتها، وفرشت عليها الحاجات دي بتحفظ لي برضه الكنبه ان هي تتبهدل بسرعه. وكمان الحافظه مديه دفى كمان للصاله. وكنت شلت المراوح خلاص من الشقه، وديتهم الشقه الجديده، فخلاص الحمد لله ما مسحتش بقى المروحه ولا الكلام ده كله، نفضت الحيطه بس كده وانا بروق. كنت جايبه في اليوم دوت متسوقه، وجايبه كميه من الكزبره. كانوا ب5 جنيه، 5 ربطات. كان زوجي اللي كان جايبها لي، يا ربي انا كنت متسوقه ومنزله لكم فيديو المشتريات اللي كنت جايباها وانا بره. مش مشتريات كتير، كنت بره وجايبه حاجات ناقصه البيت بس. فقلت اما اغسل الكزبره، قطعتها وغسلتها ونقعتها في ميه وخل، وبعد كده سايباها في مصفى تصفي ميتها الزياده. وكنت جايبه سبانخ بس لزوجي، انا قلت لكم محدش فينا بياكلها. خدت شويه من الكزبره اللي انا قطعتها وحطيت عليهم معلقه رز. انا بعملها برز او لسان العصفور، المتاح عندي بعملها بيه، بس مش بعملها صراحه بفريك. فحطيت المعلقه الرز على السبانخ بعد ما قطعتها. ودي تسبيكه اصلا كانت عندي جاهزه في التلاجة، ببصل وعليها فص واحد توم. فقلت حلو قوي كده، غدا سريع، علشان خاطر انا كان عندنا احنا صينيه بطاطس من قبل بيوم ورز معمر ولحمه. فاخدت برضو خدت قطعتين لحمه كده، حطيتها معاهم، وحطيت مكعب مرق، وحطيت شوربه، وسبتها بقى كده الاول. لما نزلت ميتها كلها قمت مزودها مغرفتين شوربه بس كده. خلاص السبانخ كانت خلصت. وقلت بقى بالمره كده ادام الخضره اتصفت ميتها، جبت حاجه كبيره زي صينيه بقى او حله اي حاجه، وهنزل فيها الخضره كلها من غير دهان ولا اي حاجه. دي انا هشيلها للقلقاس، دي كزبره. احنا مش بنعمل القلقاس عندنا هنا بالسلق، مش عارفه ومش بلاقي اصلا السلق ده. فانا بعملها بالكزبره بس. فانا هسيبها كده على النار، لما تنزل ميتها خالص هتلاقوها حتى قلت كميتها، قلت خالص. ومش هحط لها اي دهان ولا اي حاجه دلوقتي، غير لما الاقيها نزلت ميتها وشربتها، علشان خاطر اعرف بقى اكمل بقيه الخطوات بتاعها. فانا هسيبها على نار وسط، مش عاليه قوي ومش هاديه خالص.
هي اتنزلت ميتها وشربتها، بصوا نشفت خالص اهي. هبتدي بقى احط معلقتين كبار سمنه بلدي، زبده، سمنه نباتي اللي عندك. انا حطيت صراحه معلقه سمنه بلدي ومعلقه سمنه روابي، وهقلبهم مع بعض. وكان عندي كمان في المرحله الاخيره دي خلاص الكزبره خلاص قربت تنشف مني خالص اهي. فابتدي بقى احط التوم عندي كده، بس انا كان متفرز، بس انا على الكميه ديت هحط قد راس توم. فهجيب بقى التوم احطه دلوقتي، لان خلاص الكزبره داخله على سوا اهي، ما حطيتوش من الاول علشان ما ينحرقش. فهو بقى على ما يفك وياخد درجه الحراره بتاعت الصينيه وكده، هيكون الكزبره خلاص داخله خلاص على ان هي خلصت. هسيبها تهدى شويه وبعدين هقوم ماسكاها ايه علشان خاطر اضربها في الكبه. اسهل لي كتير من اني كنا بندقها بالهون، بس لو حبه صغيرين على قد ما انا بعمل. بس دول بقى هقوم مفضياهم في الكبه. ابصوا نشفت خالص اهيت وخدت اللون بتاعها. هنزلها بقى في الكبه بتاع الكيتشن واضربها. وبعدين جبت رول الاسترتش فردته كده وحطيت عليه حبات على قد ما انا عايزه ولفيته زي رول كده اهوت، على قد الاكله، على قد طبخه القلقاس. لو انت شايفه ان هي كبيره ممكن تقسميها اتنين عادي بالسكينه، وهي متلجه مش هتغلبك ولا حاجه. وكمان كنت في اليوم دوت جايبه 3 كيلو قلقاس. انا جبت قلقاس على قد انا بس، لان انا محدش بياكل القلقاس عندي خالص غيري انا بس. فجبت 3 كيلو اشيلهم في الفريزر، والخضره ديت ليهم. بس هي جه عدد القلقاس اكياس القلقاس اكتر من الخضره، مش مهم ابقى اعمل في وقتها. القلقاس قشرته وقطعته زي ما انتم شايفين، انا ما بغسلوش، انا حطاه على فوطه من تحته وفوطه من فوقه، ومسكته كده مسحته من فوق وتحت ببعضه لما خليته ناشف خالص ما فيهوش اي حاجه. انا من الحزب يا جماعه اللي مش بيغسل القلقاس. بص انا بوريكم ان هو ناشف خالص، انا بعمل ايدي فيه اهو ناشف خالص، ما بيطلعش في ايدي الماده البيضه. الحته البيضه اللي في صوابعي دي انا بقول لكم ان دي عواره وانا بقطع القلقاس، مش ماده منه. بصوا لاني نشفته كويس خالص. هعبيه بقى في الاكياس، ولما باجي استعمله للناس اللي بيسالوا بطلعه وهو متلج، امشيه تحت الميه كده، بس تحت الحنفيه كده في مصفى، وبحطه بنزله في الشوربه وهي مغليه. او عمل معايا قد ايه دول 3 كيلو قلقاس، عملوا معايا 6 اكياس، لاني عامله زي ما قلت لكم الكيس على قد اكله واحده ليا انا. ومعانا كمان الاربع اكياس الخضره احطهم مع القلقاس. انا بشيل القلقاس بالباسكت دوت في الفريزر، يبقى انا عارفه ان الباسكت ده فيه القلقاس والخضره بتاعته. هشيلهم بقى وقولوا لي بقى انتوا فرستوا ايه كمان انتوا كمان. وبس خلاص، مع السلامه.